المنظور بأبسط معنى ليه هو خلق مشهد ثلاثي الأبعاد على مستوى ثنائي الأبعاد، سواء على اللوحة اللي أنت بترسم عليها أو من خلال البرامج اللي أنت بتشتغل عليها. في وقت من التاريخ المنظور ما كانش واضح الاستخدام بتاعه بيكون عامل إزاي، وده بيظهر في بعض الأعمال الفنية، وعلى العكس في الناحية التانية بيظهر برضو استخدام المنظور بشكل دقيق جدا في بعض الأعمال الأخرى. فبعيدا عن المعنى الأكاديمي أو التاريخي للمنظور، يعني ده جزء هيجي فيما بعد، احنا هنستخدم المادة العلمية للمنظور في ان هي تساعدنا نبدأ نتخيل فراغات وكتل ثلاثية الأبعاد. وفي اتجاه آخر ان انت تستخدم المنظور كأداة ان انت تزود كفاءة العرض البصري للمنتجات بتاعتك، سواء كانت منتجات فنية او منتجات معمارية. هنبدأ من خلال اللي احنا نتعرف على منظور نقطة التلاشي الواحدة والاثنين والثلاثة، ومع الوقت هنعرف ان نقطة التلاشي واحدة واثنين وثلاثة ده بيرجع لعدد الأبعاد الأساسية في كل فراغ. المنظور بيتكون من مجموعة أساسية من العناصر. أول حاجة وهي مستوى الصورة، ودي النافذة الحقيقية اللي انت من خلالها بتشوف المشهد بتاعك. ودايما فكر في نسبة الطول للعرض علشان تخدم المشهد بتاعك والحاجة اللي انت عايز تبينها المشهد بتاعك. فمثلا في الصور البورتريهات العادية اللي احنا متعودين عليها، او في مثلا صور البانوراما، خط الافق، وده بأبسط معنى ليه ان انت لو واقف على الشاطئ فخط الوهمي لتقاطع السماء مع البحر هو ده اللي احنا بنطلق عليه خط الافق. نقطة التلاشي ودي اللي بتمثل بعد في الفراغ اللي الخطوط الموازية للبعد ده بتبدأ تتوجه ليها، والتفاصيل عند النقطة دي بتبدأ تقل جدا او تختفي، وده بحكم ان النقطة دي واقعة على خط الافق. اورثاجونال او الخطوط المتوازية او خطوط التلاشي، ودي كما يبدو على اسمها هي الخطوط اللي بتتلاشى في كل نوع من المنظور في اتجاه نقطة تلاشي معينة. بشكل عام دي العناصر الأساسية في أي منظور. من خلال العناصر دي ابدأ رتب خطوات ترسم بيها عشان تسهل عليك البداية. أول حاجة بترسمها على اللوحة بتاعتك وهي مستوى الصورة. تاني حاجة وهي خط الأفق، ممكن يكون موجود فين في مستوى الصورة، وما تلخبطش نفسك ما بين الأفق وخط الأفق، زي ما هنشوف فيما بعد إن ممكن نفس المشهد يكون فيه أكتر من خط أفق لكن هو أفق واحد بس. والعنصر الثالث وهو نقطة التلاشي، وهتفكر فيها إن هي تكون موجودة فين في المشهد بتاعك، في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال أو حتى ممكن في نص المشهد، حسب فين الجزء اللي أنت عايز تبين التفاصيل بتاعته. بس اللي هنتفق عليه في منظور نقطة التلاشي الواحدة والاثنين إن نقط التلاشي لازم تكون موجودة على خط الأفق. خطوط التلاشي أو الأبعاد المتوازية لبعضها في الواقع في منظور نقطة التلاشي الواحدة بيكون في بعد واحد بس في الفراغ هو اللي بيتوجه في اتجاه التلاشي، والبعدين التانيين بيفضلوا متعامدين في الرسم. مرن نفسك وارسم وضعيات مختلفة لمجرد بس مكعبات، وغير في كل مرة من النسب بتاعتك. هي رسومات بسيطة جدا، وده الهدف اننا خطوة خطوة نتعرف ونوصل للأجزاء التفصيلية في الرسم. في النوع ده بعدين من الأبعاد اللي انت بترسمها هتتوجه لنقطة التلاشي، والبعد الثالث وهو الرأس هيفضل عمودي زي ما هو مش هيتغير. مكان تواجد خط الأفق في المشهد بيتحدد من خلال انت بترسم ايه، منظور عن طائر ولا نملة ولا منظور عن إنسان، ودي حاجة هنخليها في مراحل متقدمة شوية. خلينا بشكل عام كده نثبت خط الأفق في التلت السفلي من مستوى الصورة عندك. هنا مكان تواجد نقطتين التلاشي على خط الأفق هما اللي بيكون لهم التأثير الأكبر في المشهد. لو قريبين من بعض المشهد بيكون فيه تشتيت بشكل كبير جدا، لو بعيدين عن بعض المشهد بيبدأ يكون مسطح وبيفتقد لأي معنى من ثلاثية الأبعاد. مش عايزين نخش في تفاصيل أي حاجة في الفيديو ده، بس خليك عارف إن المسافة ما بين نقطتين التلاشي بيحددوا قربك او بعدك عن المشهد، كأنك بالظبط ماسك كاميرا بزوم لانز وبتقرب وبتبعد في المشهد بتاعك. في النوع ده من المنظور كل بعد بيكون له نقطة تستقبل البعد بتاعه. خط الأفق في المشهد بيكون ضروري جدا تحديد مكانه بالظبط هيكون فين، وده لأن خط الأفق بيكون هو المكان اللي انت متواجد فيه وباصص على المشهد بتاعك، سواء انت او الكاميرا مثلا. فمثلا هنا 3 كاميرات بيبصوا على نفس المكعب، بس كل كاميرا في مستوى مختلف، كل كاميرا بتمثل خط أفق مختلف، بمعنى ان خط الأفق بيكون موازي لخط النظر بتاعك، او بمعنى اصح لمستوى العدسة. ودي كانت بداية تعرفنا على المنظور اللي في أجزاء متقدمة هنعرف من خلاله إزاي نرسم بشكل سليم سواء مشاهد خارجية أو داخلية. في مراحل تانية هنبدأ نشوف المنظور بيأثر إزاي على اللقطات الداخلية اللي أنت بتاخدها في المشهد بتاعك.